الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. سؤال ورد إلينا من أغرب ما ستسمعون. سيدة من العاصمة تقول: أنا حامل ومتزوجة منذ 5 أشهر. تقول: أريد منك سيدي أن توجه نصيحة لزوجي ولي عن كيفية التعامل مع هذا الزوج. راهي حيرة كيف تتعامل مع راجلها، 5 شهور ملي تزوجت، اسمعوا راجلها وش هو داير. زوجي يتكلم وهو نائم، يهتف، هي دايرة بين قوسين، يهتف ويقول أقوالا إباحية وكأنه يعاشر زوجته. وتقول: وأنا أصبحت أخشى الليل. والله يا أختي غير أنت اللي لازم لك نصيحة، أنت ماشي هو. وراهي المشكلة زعما ولا تخاف الليل، يا أخي راجلك راقد يهتف، وراهي حرام ماشي حرام عليه. رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ. ومن بعد راجلك أو يهتف ويقول كلام يعني مما يستحى به، يا أخي راجلك وقعد واسمعي. ومن بعد وراهي المشكلة زعما راهي ولا تخشى الليل. والله ربي يهديكم، عمرتوا روحكم بالعقد النفسية. اسمعوا واش تقول، هاي حتوصل زعما للطلاق. راجل يهتف: أصبحت أخشى الليل وأخشى أن أسمعه وهو يتلفظ بهذه الأقوال المشينة التي تحط من قدره. وش هو راقد يا مراه، هو راقد، خليه يقول وش حب قاع. التي تحط من قدره وكرامته وتجرح مشاعري. الله 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 الله، عندها مشاعر. أو يهتف، أو يهتف. ما عجبكش تهتف تاعو، روحي اقعدي في بيت واحد اخرى، اقعدي في الصالون في الكوزينه، طلعي على السطح. زعما راهي خلاص حتدمر عائلتها. وتحط من قدره وكرامته وتجرح مشاعري. وانا امرأة، زعما امرأة اشغل هانها، هانها مهانها مسكينه ويهتف. انا لو كان تقولي لي رجل يسبني في اليقظه وكاع، لو كان راني درت في حاله، بصح تقولي لي رجل راقد وهو يهتف ويقول كلام مما يقوله الازواج لزوجاتهم، وزعما اهانك المشاعر تاعك لانك امراه، وهو لا يصدقني في اليقظه. تسمى كي ينوض تقول له شوف واش قلت، ما يصدقهاش، يقول لها ما كاش منها. واش تقول؟ وسألت عائلته. شوفوا الوجه كيكون صحيح، هاي حال يماه خواتاتو تسقسي فيهم. وسألت عائلته فقالوا لي أنه منذ صغره وهو يتكلم أثناء نومه بهذا الكلام. راجل عطشان وجيعان وعنده كبت وعايش بالك مسكين في مجتمع تاع فتنة. من اللي كان صغير ما راح يزني ما والو، في المنام يبدا يتخيل ويهتف. رايح دير عليه لونكات انت من الطفوله نتاعو، ويبلغوا لك اهله باللي من الصغر ويتكلم هذا الكلام. لا حول ولا قوه الا بالله. تقول هذه المراه وانا ابلغ من العمر 26 سنه وهو يبلغ 29 سنه، وأنا الآن في حالة كآبة شديدة وأريد الطلاق. سمعت له بال وين يوصل، أريد الطلاق. فما العمل يا سيدي؟ وما حكم الشريعة في ذلك؟ حكم الشريعة أنه لا شيء عليه ولا إثم عليه، وخليه يهتف ويقول واش حفت هتريف نتاعو. المشكل فيك أنت، لأنه هو ما يفعله في المنام، وما تفعلينه أنت تفعلينه في اليقظة. راجل ويهتف ويتكلم كلام ماشين كما قلتي، كلام لا يليق، لا يصح أن تسمعوا النساء. ولكن أنت يا مرتو، أنت يا مرتو خليه يقول واش حب. بالمدة 5 شهور برك مسكين من اللي تزوج، ما زال فيه العادة من اللي كان صغير هو يهتف بامرأة يتزوج بها، أو يهتف 5 شهور ومن بعد عام عامين خلاص أنت عيشه في الواقع الشيء اللي كان يهتف به، ومن بعد يولي ما يهتفش به لأنه عاش في الواقع.
يزول من قلبه. هذا السنين ويعمر يعمر يعمر ويلتجئ في المنام إلى ذلك الفعل. أما لا عيشه في اليقظة، زعم راني في كآبة شديدة وراني نخمم نطلب الطلاق، خاش راجلي راهو يهتف. الله يهديك والله الله يهديك. اسمعي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وجاءت رواية عن الناس: رجلك ويقض. يا سبحان الله، يعني وصلتيها للطلاق وأنا نخمم في الطلاق، خليه يهتف. وكي تروحي في اليقظة زعما تقولي له واش راح يتغير؟ لأن الرجل إذا نام خلاص شغل سلم روحه. واش معناتها تروحي في اليقظة تقولي له واش قلت، ومن بعد ما يصدقكش، ومن بعد كي ناوية زعما كي تقول تزقع عليه في اليقظة في المنام يولي ما يديرهاش. يا ودي الله يهديك الله يهديك. كاين ناس في المنام يرقد وينوض ويخرج من داره ويروح يرقد في الزنقة، وقبل الفجر يعاود يطلع البنك ويرقد، كي تقولوا ما يصدقش. كيف هذه؟ أنا ننصح فيك أنت ماشي هو ما يفعله في المنام خليه يهتف. حتطلقي وتطلبي طلاق وتشردي عائلة وتولي محاكم على جال. واش تقولي للقاضي؟ راجلي يهتف بكلام لا يليق في المنام وانا ما زعما راهو يهين فيك ولا وشنو؟ الله يهديك. لو كان يقول لك هذاك الكلام في اليقظة لا تعد إهانة، كيف في المنام؟ الله يهديك ويغفر لك. الله يهديك ويغفر لك. كما قلت الناس بالك انت راهي وجعاتك، بالك راهو يسمي مرة واحدة أخرى، بالك هذه هي ما قلتيها الناس. إذا راهو يسمي مرة واحدة أخرى ما تلوميش، كيف ما عندوش مرة حقيقية في الواقع. لأن هذا الإنسان النائم كي يكون يهتف ماهوش مكلف، ماهوش في عقله، أو يخلط بك ويخربط بك وخلاص. قادر يقول أي لفظ أي كلام. لو كان نقول لك الأسئلة اللي تجيني حول هذه المسألة ما تصدقيش، روحي لراجلك طلبي سمح وسكتي، فلي ديري بوشون في ودنك ورقدي. هذا مكان رايح